السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو بتاعنا. جايه لكم النهارده بفيديو جديد بقى كده خالص. كنت صاحيه من النوم زهقانه وطهقانه وببص من الشباك لقيت الجو جميل قوي والشمس طالعه، فقلت يلا بقى كده اما هجهز لبسي ولازم اخرج النهارده. بس هخرج فين واروح اعمل ايه كنتش عارفه لحد ما قمت لبست الولاد، طلعت لهم لبسهم ولبستهم زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. بدات اول حاجه اعملها لهم خالص ان انا اسرح للبنات شعرهم، خصوصا ان انا ما كنتش سرحت لهم امبارح اصلا خالص، فشعرهم اتلعب كله في بعض. بدأت أول حاجة بحور، وعلشان شعرها قصير وعلشان فتلته ناعمة شوية رح الشعر بقى من تحت لفوق كده علشان خاطر يتسلك بسرعة. ووريتكم كده في الفيديو ان انا ببدأ بالخصل من تحت وبعدين بطلع على الشعر من فوق علشان خاطر ان انا اعمله، بسلكه الاول وبعدين ببتدي احط الكريم بتاعي عادي خالص. كان الولاد عمالين يغنوا بقى ويهيصوا ويتكلموا وفرحانين جدا علشان خارجين، وده لاني بقالي فترة كبيرة جدا ما خرجتهمش خالص. انا نفسي اصلا كنت فرحانه ان احنا هنخرج علشان خاطر انا بقالي كتير قوي قاعده مكتئبه لوحدي كده وما بعملش اي حاجه غير ان انضف في البيت وارتب للعيال وارتب الشقه وبس كده. وبينما بقى ان انا كنت قاعده بسرح للبنات شعرهم وبدات بحور الاول، الاستاذ محي كان لابس وتأنتك وتشيك وحط النضاره على شعره وقاعد بيلعب في التليفون. طول ما هو ماسك التليفون ولا هو معبرنا خالص. قعدت كحه انا ورنين بقى كده علشان خاطر عندي دور كحه مبهدلني. مش بصور لكم بقالي فتره كبيره وكده لان انا كنت تعبانه جدا وحسام تعبان جدا جدا جدا، فاتمنى تدعوا له بقى بالشفاء العاجل كده عشان يرجع عندي حماس تاني وافضل اصور لكم. ما كنتش عارفه اصور لان حرفيا كنت مشغوله معاه جامد ومع الولاد. بصراحه ما تركزوش مع رياكشنات حور خالص، دي الرياكشنات اللي بيعملوها طول ما انا بسرح له. انا شلت لكم الصوت من على الفيديو ده علشان خاطر احنا قعدنا نسرح فتره طويله، وغير كده عمالين اي ويغنوا وعمالين يلعبوا في نفس الوقت. انا نفسي كنت عماله بغني. خلصت الحور بقى وعملت لها كحكه كده علشان شعرها يتلم، لان احنا رايحين مكان كده ما ينفعش نسيب شعرنا فيه. تعرفوا المكان ده بقى لما تيجوا معايا. خلصنا الحور بقى كده زي ما انتوا شايفين ولبسناها النضاره بتاعتها. قولوا لي ايه رايكم في النضاره بتاعت حور؟ شكلها حلو صح؟ لبست بقى النضاره بتاعت رنيم هي كمان على عينيها، يعني واحده على راسها وواحده على عينيها. بدات ان انا اسرح لهم شعرها ووريتكم شعرها ناشف جدا 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 وملعبك كله في بعضه من تحت. بدات برضو ان انا اسلكه من تحت لفوق علشان ما يوجعهاش قوي. بس دي الرياكشنات الطبيعيه خالص بتاعت بناتي وانا بسرح لهم ال 24 ساعه. ده بحمد ربنا اصلا ان هم سابونا اسرح لهم كده عادي في هدوء قدام الكاميرا. بقعد اتحايل عليهم كل مره علشان اسرح لهم شعرهم، مع انه والله يا جماعه انا ايدي مش صعبه خالص. هنا حور سابت النضاره بقى بتاعت رنيم واشتغلت على الحزام بتاع الفستان اللي هي لابساه، عماله تعملها لكم شنب كده وتقول لي يا سيبوني انا هعمل لهم شنب. وهنا بقى مش عارفه رنيم كانت هتطير ولا ايه، فرتة جناحتها كده ليه مش عارفه، قعدت ترقص بقى كده. وبعدين وريتكم عملت لها كحكه هي كمان برضه عشان زي ما قلت لكم ما ينفعش يسيبوا شعرهم في المشوار اللي احنا رايحينه. خلصت بقى تسرح هوبا كده وحطت النضاره هي كمان. لابسين النضارات علشان الشمس طالعه بره. بعدين بدات بقى ان انا اربط الحزام بتاع فستان حور كده عشان يبقى شكله قمر عليه. الفستان ده اصلا كان بتاع رنيم بس اتصغر عليه. دخلنا بقى على الشاب النفيخة العظيم محي ابن حبيبي. يا دوب حطيت حتة كريم كده في ايدي بس ومشيتها في شعره لان محي عايز يحلق شعره. بديتش امشي اي فرشة فيه خالص لان عارفة انه هينفش معايا على الاخر. بعدين قمت جايبة النضارة بتاعته بقى القمر الترند الرهيبة دي، وبعدين قمت رايحة عاملاها له بشعره. كنت الاول بلبس له طوق في شعره كده، بابا قعد يزعق بالنسبة للطوق فبقيت احط له النضارة كده وخلاص. قمت بقى كده وقفت قدام الكاميرا وبدأت ان انا احطه مرتب علشان ارتب وشي. وقلت بقى دلع نفسك يا بنتي كده واعملي ميك اب خفيف، يعني ما انت مكتئبه بقالك فتره كبيره. رطبت وشي كويس خالص علشان خاطر وشي بقاله فتره ناشف مش عارفه ايه السبب، مع ان احنا في الصيف بقى خلاص كده. كمان انا بشرتي دهنيه مش اللي هي جافه، لا انا بشرتي مختلطه ومايله للدهنيه اكتر مش جافه. رطبت بقى بشرتي كده كويس وما لقيتش مرطب الايدين، فرطبت ايديا برضو بنفس المرطب اللي انا برطب بيه وشي عادي خالص ولا اي مشكله عادي يعني. وكنت مستنيه بقى وشي يتشرب البتاع المرطب كده وعملت ايدي مروحه عادي خالص ولا اي اندهاس. وبدات ان وشي يتشرب المرطب. جبت بقى الفاونديشن بتاعي كده وبدات ان انا احطه منه على طول بعد ما وشي يتشرب المرطب بتاعي. المفروض ان انا بحط برايمر الاول بس للاسف ما كانش عندي برايمر لانه خلصان من عندي. حطيت بقى بحط حاجه بسيطه خالص كده على وشي من الفاونديشن. ما بحبش اكتر ميك اب علشان ما يبهدلش وشي، لان انا وشي متعرض للحبوب جدا بسبب ان بشرتي دهنيه زي ما قلت لكم.
عنديش طبعا بيوتي بلندر لان ولادي بيضيعوها اول باول، يعني بشتري 50 بيوتي بلندر عادي بس بيضيعوا. بقى ادمجه كده في وشي وليت ليت ليت، وحته يمين حته شمال، والكريم اتوزع خلاص على وشي. بدات بقى ان انا بعد ما وزعته كده ابص كويس في المرايه على اساس اشوفه اتوزع ولا لا. لقيته اتوزع خلاص وبقى زي الفل. حقيقي من اكتر الفاونديشن اللي انا بحبهم، بس يا جماعه للاسف هم مقاطعه، الحاجات دي عندي من قبل المقاطعه، فاللي هو يعني ممكن تستخدموا فاونديشنات بس ما تستخدموش حاجه كوبي. يعني لو حاجه براند اقل بس اوريجينال يبقى افضل. جبت البلاشر بقى بتاع مية سينما كده، وبعدين بدأت ادمج البلاشر لناحية ورا، لان الحركة بتاعت ناحية ورا دي بتخسس الخدود، وانا بما ان خدودي اوفر قوي كده فانا برجعه لورا علشان يداري خدودي شوية. وحطيت منه على شفيفي، بحب احطه قوي قبل الروج، بيبقى شكله تحفة وبيدي بيجمنت حلوة قوي للروج بتاعي. جبت الروج بتاعي بقى كده وبدأت احطه. فاكرين الروج ده اللي كنت شارياه من وانا في السعودية؟ كنت جايبة منه كمية باكيتات ما عادش منها الا الصباع الصغير ده. كنت جايبه حوالي 4 باكيتات غير روج تاني كده. حطيت بقى الروج كده وبعدين بعمله ببقية شفايفي. بدأت ادور على الكحل بتاعي ما كنتش لاقيه، وخصوصا ان انا لسه شاريه جديد فرياكشن وشي كان غريب شويه. بعدين خلصت بقى وشكلي بقى قمر كده، قلت مش مهم احط كحل. خرجت للصاله بقى كده علشان اخد الولاد وننزل. ببص لقيتهم مجمعين كل اللعب ديت وعايزين يحطوها بقى في الشنطه وناخدها معانا. اظن من اللعب دي كده عرفتوا ان احنا رايحين فين، بس كملوا تستمتعوا معانا في بقيه الفيديو. لقيتهم لمين كميه لعب مش طبيعيه وبادئين عمالين يحطوها سوا. قلت لهم يلا ننزل. بعد ما نزلنا بقى كده قعدت اصورها لكم عشان تشوفوا القمر بتوعنا يا الناس، ربنا يحميهم يا رب ويبارك فيه. رحنا بقى السوبر ماركت كده عشان نشتري شويه حلويات ناخدها معانا، وده كان في الطريق بصورها لكم بعد ما ركبنا العربيه علشان رايحين فين هتشوفوا بقى الوقت معانا. صورت لكم بقى واحنا في قلب العربيه كده، وبعدين اخيرا قربنا ان احنا نوصل. هنا بقى كنا وصلنا خلاص، وصلنا على البحر، وصلنا. رفرش على القلب يلا يا بنت بقى. ايوه تعالوا هنا يا حمو، تعالوا رنين بقى. يلا حط على الشنطه بقى بسرعه يا رنين، حط على الشنطه بسرعه. يلا من الحته اللي حلوه عليه. واخيرا محي ثبتها لنا، محي البطل ثبتها لنا. حط داخله على التراب على طول وعلى الرمل على طول جاهزه. اشترينا بقى شيبسيات لسه كتير طبعا يعني، واشترينا عصير بيست. يلا يا رنين. مبسوط؟ مبسوطة يا حور؟ مبسوط قوي؟ الجو تحفة تحفة تحفة، وفي ناس في البحر كمان. انا بقول يا ريتني جبت المايوهات والله، بس مع كده كده مفيش حد معانا فما كناش هنعرف ننزل. ده بتاع مين؟ ده بتاع محي. هات يا حور افتح الكتاب. وحش؟ مش هتشربها؟ اشرب انا؟ انا بقى هاكل ده. يا بنت ما تزعليش اخوك.
انا بقى بينما العيال كانوا قاعدين عمالين يلعبوا، انا قعدت اكلم في صاحبتي، طلعت الموبايل كده وفضلت اكلم فيها الشويه اللي انا قاعداهم على البحر. بصراحه الجو كان جميل جدا. خلصت بقى مكالمه كده وسبت الولاد برضه يلعبوا، وانا قاعده في الشمس بتشمس والجو جميل والهوا في نفس الوقت حلو. بدات ان انا العب على الموبايل شويه. جه محي رمالي النضاره علشان خاطر يروح يكمل لعب. روحنا بقى كده علشان الولاد بدأوا يبردوا على بعد العصر، وقمت راحة جايبة اللحمة بتاعتي وبدأت طبختها وعملت جنبها بسلة وشوية رز وبس كده. يكون اليوم بتاعنا خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تحطوا كومنت جميل من كومنتاتكم، تشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش. سلام.